كان يا مكان، والصلاة والسلام على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الأم استيقظت مبكراً، حضرت الفطور لأولادها. مازن جلس على المائدة مبتسماً. محمد كان يضحك مع أخيه. مؤمن الصغير يلعب بملعقته. الأم نادت عليهم لتناول الطعام. جلسوا جميعاً يأكلون مع بعض. الجو كان مليئاً بالحب. بعد الأكل شكرت الأم أولادها، ثم قالت لهم: عندي مشوار صغير. مازن نظر إليها باهتمام. محمد سألها: هتتأخري يا ماما؟ الأم ابتسمت وقالت: لا يا حبيبي. مؤمن قال بصوت بريء: هتجيب لنا حاجة؟ الأم ضحكت وقالت: ممكن لو سمعت الكلام. الأولاد فرحوا جدا. الأم لبست طرحتها وجهزت نفسها. قبل أن تخرج قالت لهم: اسمعوني كويس. مازن ركز باهتمام. محمد قال: حاضر يا ماما. مؤمن جلس هادئ يسمع. الأم قالت: ما حدش يفتح الباب لأي حد. مازن قال: حاضر يا ماما. محمد كرر: حاضر. مؤمن قال: أنا مش هفتح. الأم ابتسمت وقالت: برافو عليكم. ثم أضافت: تذاكروا دروسكم. مازن قال: هنذاكر يا ماما. محمد قال: وهنحل الواجب. مؤمن قال: وأنا هلوان كراستي. الأم فرحت بكلامهم، ثم قالت: كمان رتبوا البيت شوية. مازن قال: هنروق الصالة. محمد قال: وأنا هلم الألعاب. مؤمن قال: وأنا هساعد شوية. الأم ضمتهم كلهم ثم خرجت من البيت. الأولاد قفلوا الباب بإحكام. مازن قال: يلا نبدأ نذاكر. محمد قال: تمام، يلا نفتح الكتب. مؤمن جلس جنبهم. مازن قرأ الدرس بصوت عالي. محمد كتب الملخص في الكراسة. مؤمن سأل عن كلمة مش فاهمها. مازن شرح له الكلمة. محمد أكد الشرح بأسلوب أبسط. مؤمن فهم وفرح جدا. الأولاد كملوا مذاكرة بحماس. بعد شوية قال مازن: يلا نروق الواجب. محمد جمع الكراسات وحطها في الدرج. مؤمن لم الألعاب الصغيرة. مازن مسك المكشة وكنس الأرض. محمد مسح الطاولة. مؤمن رتب الكراسي. البيت بقى منظم ونظيف. مازن قال: الله، شكله جميل.